يعني مثلا الشهرين اللي فاتوا منعت البطاطس لان كان فيها مبيدات، وقبلها بشهرين منعت اللحمه عشان كان فيها مشاكل. من شهر 5 اللي فات انا ما اكلتش لحمه خالص لانها كانت من ضمن مسموحاتي. كويس. لكن في العموم لو عايزه تسمعي مني كلام في العموم، اكل الانسان عباره عن حاجتين متلازمين: الحبوب واللحوم، وان بتوين الشحوم. بس ده اكل الانسان، ما عدا ذلك مش اكله. طيب يعني حبوب الدواجن لا، هي مش اكل انسان اصلا، لا تؤكل. لا لحمتها تنفع للانسان، ما تنفعش تتاكل لحمه خشنه وناشفه. ده رقم واحد. رقم اتنين الدواجن خشنه وناشفه. يعني هاتي صدر الفرخه وحطي صدر الفرخه كده جنب حته موزه مثلا، مفيش مقارنه. ليه؟ صدر الفرخه ده لفته طويله جدا، ماسكه من عند الصدر لحد الاخر. فلما تيجي تمسكي صدر الفرخه ده، حتى هم عاملين دراسه عندهم بتوع البيطريين في امريكا على حاجه اسمها وودن تشيكن بريست. وودن تشيكن بريست ده يعني ايه؟ يعني الصدر الخشبي بتاع الفرخ. فالنصايح عشان الناس تبيع قالوا ايه؟ قالوا ما تزودش حجم الفرخه او وزنها عن كيلو 400 جرام. تاني حاجه لازم تتبل فتره قبليها. فعشان كده خلوا السوق بتاعك شيبس كتير، نعمل الصوص البرتقان على التوم على مش عارف ايه، عشان كل ده يخلوا اللحمه دي جوسي عشان تعرف تتبلع. لكن اللحمه دي خشنه جدا طبعا، ما تتاكلش اصلا. اي دواجن، البط، حتى البط بره ما يتاكلش، ده بيتحط في بحيرات نتفرج عليه. لا 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 لا. والفراخ في اصلها ما كانتش بتتاكل، لا هي كانت طيور زينه، احنا اللي خليناها اندستري. طب مرجعيتك ايه؟ ما هي ما انا قلت لك اهي، ما بتتاكلش. مرجعيتك ما حدش كلها اصلا في على مصر التاريخ. المصريين اما جابها الاسكندر المقدوني ودخل مصر هم كلوها. ادي مرجعيتي. انت مرجعيتكم انتوا ايه؟